السلام عليكم البنات الفحلات الشاطرات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه تاع واحد الكغاتان يا البنات، مفرمج مشمخ بنين قد ما نحكي لكم عليه، قد ما نحكي لكم على البنه تاعو ما راكمش رايحين تتخيلوا واش كنت ناكل وواش كان في فمه. المهم البنات، وجبت لكم معاه بوراك بولي وبيشاميل، يعني الحشوه تاع البوراك هي نفسها اللي حطيتها في هاد الكغاتان وزدت عليها اضافات. تبعوني للاخير باش تشوفوا طريقه التحضير. المهم البنات، هنا في كاسرونه تكون ثقيله حطيت مغرفه معمره مليح تاع ماكله زبده، ومغرفه معمره مليح تانيك تاع ماكله فرينه. هنا الفرينه والزبده لازم يكونوا يعني في نفس الوزن، نفس الكميه في زوج. المهم البنات، هنا بديت نحرك فيهم مليح مليح حتى وين تحمصت لي هذيك الفرينه على نار متوسطه، ما تحبسوش كامل التحرك في العمليه تاع الطياب تاع البيشاميل من الاول للاخر. وجيت ضفت عليها شوب معمر تاع الحليب، انا درت هنا 300 ملي تاع حليب، وبديت نخلط مليح مليح، وزدت ملح وفلفل الكحل، وزدت جوزة الطيب ولا لانواد ميسكاد. خلطهم بيان كيما راكم تشوفوا حتى وين عقاد لي الخليط تاعي، توجور على نار متوسطه. وهنا نحيها ونحط عليها بابي فيلم باش تبرد لي وما ديرش هذيك لاكوش من الفوق اللي تجي يابسه وتخسر لكم البيشاميل. من بعد البنات راكم شفتوا القوام تاعها هنا كيفاش راهو ثقيل، حبيتها ثقيله باش ما تشمخليش الورقه تاع الديول، والبوراكه تاعي من بعد كي نقليها يخرج الحشو. هنايا في تانيك طنجره تكون ثقيله حطيت حبه بصل تكون كبيره، وهنا طروفه تاع الدجاج انا توجور ندير صدر باسكو من بعد كي نفتو يتشمخ بالبيشاميل يجي بزاف بنين، يجي هو ناشف وحده، توجور نستعملوه في هاد الحشوات. نقلي مليح هذاك البصل تاعي مع الدجاج، من بعد نضيف عليه شويه تاع الملح والفلفل الكحل على حسب الكميه، ونزيد هنا جوز الطيب حتى في الدجاج، ندير شويه تاع جوز الطيب ومغرفه تاع قهوه معمره مليح تاع توابل الدجاج. توابل الدجاج هنايا يعطوا واحد البنه بزاف هايله، وتقدروا تستغناو على كامل لي زيبيس الاخرين باسكو هو اصلا راهو متكون من عده بهارات. ونجي لهنايا نمرق حتى وين يتغطى لي الدجاج تاعي، نمرق توجور في الطرف يعني، ونخليه يطيب مليح مليح على نار متوسطه، نغلق عليه. وهنايا بعد ما برد لي الدجاج تاعي، شوفوا لاصوص تاعي كيفاش جات قعدت، يعني هكا نستعملها في زوج في الكغاتان، وهنايا في البوراك تاعي نحكم الدجاج تاعي نبدا نفتت فيه. تحبوا ما نديروه في لاشواغ، انا درته غير بيديا باسكو والله غير عجزت ندير بلاشواغ. فوالا تقدروا تستعملوه مقاس ولا كيما تحبوا. شوفوا القوام اللي نحوس عليه باش يكون فيه الدجاج تاعي. فوالا هنا هبط كامله بيشاميل اللي كنت خدمتها، شتو كيفاش ثقيله، هنا كانت بردت، خدموا به بارد. ومام كي تعمروا البوراك تاعكم لازم يكون الحشو بارد باش ما يتقطع لكمش كامل هذوك الديول. من بعد نخلط البيشاميل والدجاج، هنا نستغناو كامل على لي زيبيس باسكو دوك نديرو شويه تاع المرقه راهو فيها ان كونسونطري بلي زيبيس، يعني ما نسحقوا والو، حتى الملح ما نديروش. زدت هنا اون لوش تاع المرقه فوالا، وجبت هنا فروماج، انا درت هنا 4 فروماج، نتوما الفروماج اللي يكون عندكم ديروه. هنايا حبيت نوري برك البنات، هنا في الامارات الديول اللي ملاح هما تاع الملسوقه، هادوما تاع تونس بزاف شابين كيما تاعنا تاع البلاد، يعني استعملوهم ما راكمش رايحين كامل تندموا عليهم. كنت من قبل نستعمل تاع كارفور، مي هادوما والموني كتر. نعمر البوراك تاعي توجور الجهه اللي تكون حرشه نخلوها لبرا باش كي نقلو تعطينا القرمشه، والجهه اللي تجي ليس نعمرو فيها البوراك، فهمتوني؟ وكي ندوروا البنات نزيروا مليح باش هكا ما يخرج لناش الحشو تاعنا وتجي البوراكه يعني شابه. هنا درت خليط بين الفرينه والماء، يعني واحد المغرف معمره كبيره تاع فرينه مع قطرات برك تاع الماء، لازم يجي ثقيل باش نغلق به البوراك تاعي ما يتحليش كيما راكم تشوفوا. فوالا البنات، ونروحو نقليوه ديريكت على نار متوسطه حتى يعطينا هذا اللون. هنا نجوزو للكغاتان تاعنا، رشيت هنا بالزبده، انا عندي سبراي تاع الزبده رشيت، وكنت قليت البطاطا واحد 3 حبات كبار تاع البطاطا حتى وين يحمروا هكذا. درت لهم غير شويه تاع الملح. هنا عندي صوص طوماط مخدومه بالحبق، يعني بزاف هايله البنات. شوفوا كيفاش فيها لوريغانو الحبق، فيها زعتره، تعطي واحد البنه ولا اروع. الكغاتان تاعنا درتها كامل فوق البطاطا كيما راكم تشوفوا. من بعد هاتيك جبت شويه معدنوس تانيك مقطع درتو، تحبوا ديروا حتى الزيتون ديروه زيتون الخضر ولا. من بعد هاتيك واش بقى لي من الحشوه تاع الدجاج هذيك، زدت عليها هذيك المرقه اللي خدمت بها الدجاج، يعني لاصوص تاع الدجاج اللي طلقها باش هكايا تولي يعني خفيفه وتجي هكا مايهه
ومن بعد كي نسقي بها هنا البطاطا تاعي يعني تجي روعه. الكراتا ما يجيش ناشف، يجي مشمخ بنين. فوالا البنات، وما يجيش كامل ثقيل مع هذا رمضان، ولا نحبو غير العفايس هكا خفاف، فهمتوا؟ فوالا البنات، نحطها كامل نستفها من الفوقه بالملعقه كيما راكم تشوفوا، ونجي نحط فوقها التشيز. يعني اي نوع تاع فروماج تحبوه. انا درت هنايا شيدر، سكرفشتو كامل من الفوق ودخلته للفرن على 200 درجه باسكو كلش راهو طايب. حبيت غير هذاك الفروماج يدي تحميره، وهذه كانت النتيجه. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم البنات. خلوا لي في التعاليق، وما تنسوش الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.